السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ منورين قناتكم حبايب قلبي. شايفين يا حبايبي الطعامة والجمال والطراوة واللون التحفة؟ ولا الطعم ما اقولكوش. النهاردة هنعمل مع بعض اسهل والذ وصفة للفطير. تقدري تاكليه مع عسل ابيض، عسل اسود او كمان جبنة زي ما تحبي او مش. احنا بصراحة بنموت فيه بالجبنة البراميلي. شايفين الطعامة والجمال يا حبايبي؟ عايزة اقولكم انا نسيت نفسي وبقيت باكل. حلو جدا جدا. عايزة اقولكم وصفة يعني شوية مية وشوية دقيق هتعملي احلى فطير. هتفطري وتعشي منه اولادك وهيشكروكي عليه جدا جدا. شايفين يا حبايبي طري ومورق جدا ازاي؟ بطريقة سهلة جدا جدا هنشوفها مع بعض. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا معايا بيتين من الدقيق نخلاهم وحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح، ومعايا كوبايه من الميه. هبدا بقى ان انا اقلب كده الدقيق مع الملح كويس، وهضيف الميه شويه بشويه. يعني انا كوبايه الميه دي مش هستخدمها كلها على فكره. اما تحسي كده ان العجينه خلاص هتلم معاكي، احسن طريقه انك انتي تعجني بيها العجين في البدايه بمعلقه خشب كده، وتلمي الدقيق مع الميه. لما تحسي ان خلاص العجينه بدات تبقى طريه تحت ايدك، تبداي بقى انك انتي تستبعدي المعلقه خالص، وبتبدأي بقى انك انتي تعجني في العجينة كده لحد ما تسيب الطبق معاكي خالص. كل كل الدقيق اللي في الطبق يتلم جوه العجينة اهو. زي ما انتي شايفة كده حبيبة قلبي، ان شاء الله طريقة سهلة وناجحة جدا جدا. من اول مرة ان شاء الله هتنجح معاكي. الطريقة دي بقى جميلة طبعا اللي عنده مشكلة في الفرن، بتتعمل على الطاسة على النار. بتفضلي بقى تعجني في العجينه كده. على فكره هي عجينه جميله جدا جدا، هي بتلزق بس ما بتلزقش. زي ما انت شايفه كده هي سايبه ايدي بس طريه جدا جدا. خلي بالك بس اظبطي كميه الميه، ما تحطيش الميه كلها مره واحده. هسيبها ترتاح كده 10 دقايق، وبعدين هقسمها لنصين، وكل نص هقسمه ل4. ممكن تقسميه ل3 زي ما تحبي. كوبايتين الدقيق بيطلعوا معاكي كمية تحفة، يعني يفطروا او يعشوا عيلة من 4 افراد. حلو جدا جدا. هبدأ بقى ان انا اجيب زيت كده وادهن الرخامة، وهبدأ ان انا اكور قطع العجين اللي انا قطعتها معاكم اهو. بتعملي لها كده فراغ من تحت، وبتبدأي انك انت تكوريها وتسيبيها برضو ترتاح 5 دقايق، وتبدأي باول واحدة كورتيها. انا هنا معايا سمنه. عايزه اقول لكم دي كانت قشطه، وانا سيحتها من غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، هي لوحدها كده. بس انا كنت بسيح بطريقه تانية اللي هي بضيف عليها السمنه اللي هي بتاعه المحلات العاديه، بس المره دي عملتها قشطه بس. بتبداي بقى انك انت تجيبي العجينه كده وتفرديها على زيت، وبعدين بتجيبي معلقه من السمنه او الزبده بتاعتك. يا ريت يفضل يكون نوع سمنه كويس، هو ده اللي هينجح معاكي الطعم ويخليه تحفه. وبعدين ببدا بقى ان انا اقفلها كده زي ما انتم شايفين. بعد ما بضيف كده شويه من السمنه مش كتير، ما بلغيش يعني في السمنه، ما تحطيش كتير لا، يعني نص معلقه صغيره كده. وتبداي انك انت تطبقيها من الاربع جوانب، وبرده تبرميها كده لتحت وتركنيها على جنب. في الخطوه دي بقى تقدري تخلي ولادك يساعدوكي اهو. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، ببدا ان انا افرد على زيت. لو اتقطع معاكي مفيش اي مشكله خالص، انت بتلمي العجينه لجوه تاني واهو. شويه كده صغيرين من السمنه بتاعتي تحفه. ابدا بقى ان انا اقلبها كده زي ما انتم شايفين الاربع جوانب على بعض بنفس الطريقه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وبعدين هبدا ان انا بقى هجيب صينيه او طاسه كده على النار، تكون ما بتلزقش، تكون تيفال او جرانيت يستحسن يعني. وهبدا ان انا احط فيها معلقه من السمنه اللي انا مستخدماها جوه العجينه. وبعدين هبدا ان انا انزل بالعجينه بتاعتي زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي. شايفه العجينه بتلزق ازاي بس ما بتلزقش على الجنبين لحد ما تاخد معايا لون حلو. وهكذا لحد ما تخلصي الكميه بتاعتي كلها. زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، خرجت الكميه الاولانيه ونزلت بالطاسه التانية اهو. عايزه اقولك طريه ولذيذه جدا جدا. كده الشكل النهائي للطبق بتاعي بعد ما خلص. يا ريت حبيبه قلبي تجربيه، وما تنسينيش في صالح الدعاء والكومنت الحلو. باي باي.